عندما تقرأ السياسة ولا تدرك حقيقتها، عندما ترى السطور ولا ترى ما بينها، عندما تتلاحق الأحداث فتندثر الحقيقة خطأ، ترتبك، تشوش. سياسة وش. فللمهنية والمصداقية بوق لا تسمعه إلا هنا على راديو بصوت. سياسة وش 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 سياسة وش كل سبت وثلاث الساعة 4 مع مصطفى خضر وعمرو عكاشة على بص وطل أقوى راديو انترنت. اتكلم في السياسة من غير ما تكش. اتكلم سياسة وش. سياسة وش إخراج عبد الله فرج. وش. وحالا بقى هننتقل للموضوع المهم جدا، موضوع المصور الصحفي محمد صبري اللي يعني تم اتهامه بأنه هو صور أماكن عسكرية محظور تصويرها. وده كان يوم 4/1 وفي رفح، نقطة بالضبط يعني المكان نقطة الماسورة، وده بالقرب من الحدود من معبر كرم أبو سالم. احنا معانا على التليفون دلوقتي الأستاذ محمد صبري المصور الصحفي وسيادة اللواء الخبير الاستراتيجي طلعت مسلم معانا على التليفون. هنشوف أستاذ محمد هيقول لنا ايه، ومعانا سيادة اللواء سامع التليفون. محمد نورتنا. شكرا يا مصطفى. شكرا ليك. بنرحب كمان بسيادة اللواء طلعت مسلم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. محمد احكي لنا الحكايه كده علشان تبقى الناس كمان فاهمه. محمد قول لنا ايه التهمه؟ انا صحفي بعمل لصالح تلفزيون وكاله رويترز. تمام. من سكان العريش، مش من بره سينا يعني. تمام. بعمل على قصص اخباريه وتغطيه اخبار بقالي اكتر من 2 في المنطقه، بصور من اي مكان ومن اي حته. تمام. يوم 4 يناير كان مفترض ان يوم 5 يناير تاني يوم هيبقى فيه لقاء لوزير الدفاع مع اهالي المنطقه الحدوديه اللي هم حظروا التملك فيها، اللي هي من الحدود بعمق 5 كيلو متر من الحدود. طبعا القرار ده عامل غضب شديد بين اهالي المنطقه. ازاي انه يعني نحرم من تملك اراضينا اللي عشنا فيها وعاش فيها اجدادنا عشرات السنين؟ بس هو القرار طلع يا محمد صح؟ القرار صدر قرار وزير الدفاع. تمام. ففي مداولات وسجالات لاقناع اهل المنطقه بالقرار. يوم 4 يناير ده كان يوم جمعه، كان تاني يوم السبت مفترض ان في لقاء ليهم مع وزير الدفاع لمناقشه بنود القرار. تمام. فما كانش في اي اعلام سلط الضوء على القرار ده او على موقف اهل المنطقه وغضبهم منه، فانا كنت بعمل قصه عن الموضوع ده. تمام. كويس. ده يوم الجمعه عصرا، يوم 4/1، يوم 4 يناير. تمام. وبعدين صورت مع ناس من المتضررين او الواقعين في حزام 5 كيلو متر دوت. بعدين انطلقت اصور في الاراضي اللي هي المتاخمه للحدود اللي هي محظور فيها التملك. يعني انت صورت في الاراضي الملاصقه ولا في الاراضي اللي محظور فيها تصوير؟ بس عشان يعني نفهم شكل الخريطه ايه. الاراضي لحد السلك نفسه مفيش اراضي عسكريه، وهي اراضي مزروعه باشجار بيتردد عليها ملاكها من البدو او غيرهم يعني الاعتناء بيها، وبيمر منها سيارات وبيمر منها دراجات بخاريه. ده كمان اللي قالوا شهود الاثبات قبل شهود النفي، يعني الجنود اللي هم قاموا بالقبض عليا قالوا ان احنا بنشوف مدنيين في نفس المكان عادي. ايوه بس مدنيين ما بيصوروش. بالظبط. فقام بعض الجنود بإلقاء القبض علي. بعدين انتقلت من هناك للمخابرات بتاعة حرس الحدود وتحقيق، وبعد التحقيق تحقيق مع المخابرات العسكرية. تمام. في الوقت دوت طبعا اعلنت وكالة رويترز ان تم القبض على الصحفي بتاعها اللي بيشتغل على قصة كذا يوم كذا. تمام. ويعني وكلت جهة الدفاع عني امام المحكمة العسكرية. تمام. ايه كانت التهمة تحديدا بقى يا محمد علشان سيادة اللواء كمان نسمع تعليقه؟ التهمة التواجد في منطقة عسكرية وتصوير منطقة عسكرية. طبعا بالنسبة للتواجد هم لما استدعوا شهود الإثبات اللي هم الجنود وسألوهم، وأنا كنت حاضر الجلسة دي، فقالوا التواجد ما فيهوش مشكلة. انت بتشوف مدنيين غير محمد الصحفي ده؟ قال له يا فندم. طب بيمر من المكان اللي انت مسكته فيه عربيات ودراجات؟ قال له يا فندم. تمام. وبالنسبة لتهمة التصوير؟
بالنسبة لتهمة التصوير فإن ليس هناك أصلا أي لافتة أو إشارة تحظر التصوير كما نراها في القاهرة على الأسوار بتاعت المناطق العسكرية والمعسكرات وكده. مفيش أي حاجة تحظر التصوير. ثانيا قام السادة اللي هم لجنة الدفاع وقامت وكالة رويترز بإرفاق صور مماثلة بل صور أشد خطورة من داخل الحدود والشريط الحدودي نفسه ما بين السلك الإسرائيلي والسلك المصري، صور لمعدات ولدبابات ولمدرعات عسكرية ماشية على الطريق اللي هو العسكري اللي بين السلك المصري والسلك الإسرائيلي. فإذا بالتالي ما فيش أي إشارة تحظر التصوير، والصور دي متداولة وموجودة على الإنترنت. فأين التهمة إذن؟ يعني إذا انتفت القصد، إذا انتفى القصد المينائي. أنا مش بصور مثلا لاستهداف موقع، تمام. أنت عندك وكالة أعلنت مسؤوليتها عن الراجل اللي اتمسك في المكان ده، تمام. وعندك أرشيف كامل ليه، عندك إن هو صحفي، وعندك دستور بيقول حرية إتاحة المعلومة. تمام يا محمد، انت خليك معانا على التليفون برضو، هنسمع رأي الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كنا بس محتاجين نسمع رأي حضرتك بعد الترحيب بحضرتك طبعا في اللي قاله أستاذ محمد صبري المصور الصحفي. يعني طبعا هو الواحد بيشعر بالأسف بالنسبة لموضوع صبري، لكن هو من الناحية القانونية للأسف هو هناك خطأ. فالمنطقة ممنوع التصوير فيها، أو على الأصح ممنوع الاقتراب والتصوير. كون إن بيحصل خطأ ده طبعا ده يبرر خطأ آخر، وإنما أعتقد إنه ممكن يكون عامل مخفف بالنسبة للجهة اللي معروض عليها المخالفة. يعني طالما أن هناك قرار بأن هذه المنطقة ممنوع فيها الاقتراب والتصوير، فكل من ما هو يدخلها أو يصور فيها هو مخطئ، ما إن كان يعني ممكن تكون في أخطاء، يعني في أخطاء نتيجة إن مش محطوطة لافتات. بالظبط، هو ده اللي قاله الأستاذ محمد صبري. هو ده اللي قاله الأستاذ محمد صبري، إن مفيش أي لافتة بتمنع التصوير. يعني ما أنا بقول لك يعني كون إنه ممكن تكون هناك عوامل مخففة، ولكن للأسف هو في القانون يعني الجهل بقانون ما هوش عذر اللي بيخالفه، لأن ممكن الغير يستغل ذلك. طيب أنا أعتقد أن هو يعني هو أخطأ بدون قصد، وإن الجهات القضائية العسكرية لابد أنها تضع هذا في اعتبار ما تعمل به. طيب حضرتك طلع بيه دلوقتي لو معاك عمرو عكاشة يا رسام الكاريكاتير. طبعا برحب بحضرتك الاول، واقول لحضرتك ان انا من القراء المستديمين لحضرتك، يمكن بقالي يجي حوالي 18 سنه. اهلا بحضرتك. وانا بس ليا سؤال عند حضرتك خاص بالنسبه للمنطقه العسكريه. هي يمكن هي المفروض انها مش منطقه عسكريه، هي حظر تملك، يعني مش تحولت الى منطقه عسكريه واحيطت باسلاك شائكه فكان فيها منع تصوير مثلا. يعني هو مش شرط يعني منع التصوير في المنطقه ان المنطقه تكون عسكريه. فمثلا المفروض ان كل الكباري ممنوع الاقتراب والتصوير. كل الكباري ما هيش مناطق عسكريه، ولكنها تعتبر هدف عسكري ممنوع الاقتراب منه والتصوير. بس يا ست اللواء نحطها من ناحيه، انا بقول لك من الناحيه القانونيه، طالما انه في قرار حتى وان كان هذا القرار لم يطلع عليه المتهم في القضية، ولكن مجرد ان هو نشر في الجريدة الرسمية اصبح القرار ساري واصبح المخالفة واردة. لكن زي ما بقول هذا يعني اعتقد انه يوضع في الاعتبار بالنسبة للجهة القضائية العسكرية. طيب اسمح لنا يا سيادة اللواء، لو استاذ محمد صبري حابب يعمل تعليق هيعمل تعليق مع حضرتك. اسمح لنا بداية يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. شكرا يا فندم. هو بس بعد القبض عليا يوم 4 يناير، ايوه بعدها ب5 ايام بالظبط يوم 9 يناير اجتمع قائد المخابرات العسكرية بمحافظة شمال سيناء مع سيادة المحافظ ومع السادة الصحفيين المعروفين في شمال سيناء،
واصدر يومها قرار بحظر تواجد الصحفيين في المنطقه دي وحظر تصوير المنطقه دي. فاذا قانونا او قانونيا ده يقول ان قبلها لم يكن محظور لا التواجد ولا التصوير في المنطقه دي. بس هو ده كل التعليق، وانه يعني لا يوجد اي قرار حتى منشور او غير منشور بيحظر التواجد او التصوير في المناطق دي. لك التعليق يا سيادة اللواء. حاجة واحدة بتكلم عليها، انه هو القرار بمجرد توقيعه ونشره في الجهة الرسمية المفروض انه نشر فيها بيبقى القرار صادر، ولكن على الجهة القضائية انها تضع في الاعتبار العوامل المحيطة بالمخالف. بس هي الفكرة هنا يا سيادة اللواء ان التهمة او الحدث حصل يوم 4 يناير والقرار كان يوم 9 يناير، يعني المفروض لا يطبق على الأستاذ محمد صبري. إذا كان القرار ما بتاريخ تالي يبقى هو طبعا لا يحاسب على جريمة بأثر أثر رجعي. يعني. ويعني عايز اقول لحضرتك يا فندم، عايز اقول لحضرتك ان يعني القرار بنسبة 99% سبب فيه يعود الى حالتي انا، لان كمان السادة الصحفيين اللي اجتمع بيهم قائد المخابرات العسكرية قاموا بعمل اكثر من وقفة، وان اللي عمله محمد ده مش ممنوع او مش محظور سواء المنطقة او التصوير، فهو القرار كان بسبب حالتي، يعني اذا هو تلاها، يعني جه بعدها مش قبل. بس تمام. إذا كان القرار يعني تالي للواقعة فطبعا الواقعة تبقى غير مجرمة، لأنها في ذلك حين حدوثها لم تكن ممنوعة. لكن يعني طبعا ده يتوقف على بقى أوراق والمستندات بتاعة القضية اللي للأسف هي ما هياش قدامي عشان أحكم فيها. بنشكر حضرتك جدا يا سيادة اللواء، سيادة اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي، والأستاذ محمد صبري المصور الصحفي. شكرا لهم، شكرا جزيلا. يا جماعة ده مش اتهام لأي مؤسسة من مؤسسة الدولة ولا المؤسسة العسكرية ولا القضاء العسكري، هي القضية منظورة ويجوز يكون في سوء تفاهم في الموضوع. زي ما احنا قلنا موضوع يكون في مشكلة في التواريخ، ممكن يكون في مشكلة في الظروف المحيطة زي ما سيادة اللواء قال. فإن شاء الله احنا متابعين القضية، ولا تعليق طبعا على القضاء العسكري او القضاء المدني حتى او القضاء العادي. احنا مكملين معاكم سياسة وش، استاذ عمرو عكاشة ومصطفى خضر والملك عبد الله فرج من على الميكسر 26 90 66 81 راديو بص وطل، اقوى راديو انترنت. بلادي أنا بحبك يا بلادي، بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي إيديها وتسلمولي على بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد.
لآخر نفس فيا بنادي، بموت وانا بحب بلادي. يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. طايرين ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. طايرين ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. حمشي معاهم وحسيبك واشوف يا مصر وشك بخير. قالوا لي يلا عالجنة، قلت لهم الجنة بلادي، قلت لهم الجنة بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. انتوا فاكرين انه بالسهل تبقى اقوى راديو انترنت؟ لا، القوة ما بتجيش بالسهل. بصوا طول اقوى راديو انترنت